السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم. غدا مباراة الكلاسيكو، غدا مباراة المتعة، غدا مباراة الإثارة، غدا مباراة كلاسيكو الشرق الأوسط، غدا القمة الملحمية. غدا إن شاء الله سوف نشاهد الهلال والاتحاد السعودي في مباراة ربع نهائي كأس الملك المقامة في ملعب الهلال المملكة أرينا في تمام الساعة 8:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية. غدا سوف تقام هذه المباراة بطابع خروج المغلوب، فلا مجال للتعادل أو الخسارة. هناك متأهل واحد سوف يتأهل إلى نصف أغلى البطولات بالنسبة للمملكة العربية السعودية. الهلال يعلن جاهزية كل من المهاجم السفاح متروفيتش والظهير البرتغالي جواو كانسيلو، وأيضا الشنب سافيتش الذي عاد من شد عضلي. أيضا نادي الاتحاد يعلن جاهزية كامل محترفيه الذي سوف يلعب ب9 محترفين لا ب8 كما نظام الدوري. الاتحاد يسعى لكسر هيمنة الهلال الذي حقق عليه 8 انتصارات في هذه الموسمين. أيضا نأتي إلى المواجهات التاريخية التي أقيمت بين الهلال والاتحاد، وهي 161 مباراة. استطاع الهلال الفوز في 75 مباراة، بينما الاتحاد فاز في 41 مباراة وحصل التعادل في 45 مباراة. الهداف التاريخي للمواجهات المباشرة بين الهلال والاتحاد هو الأسطورة سالم الدوسري برصيد 10 أهداف، بينما من جانب الاتحاد يأتي الأسطورة محمد نور القوة العاشرة برصيد 6 أهداف في شباك نادي الهلال. في آخر 10 مواسم منذ 2014 استطاع الهلال الفوز في 22 مباراة، بينما الاتحاد حقق 4 انتصارات فقط على الهلال. بينما في آخر 25 مواجهة انتصر الهلال في 19 مباراة، وحقق نادي الاتحاد فوز وحيد. أيضا نادي الاتحاد لم يستطيع الفوز في الرياض على نادي الهلال منذ 2016، وهذا رقم كبير بالنسبة لنادي الاتحاد. فالاتحاد غدا يسعى إلى هزيمة الهلال، الانتقام من الهلال في آخر مواجهات بينهم، وأيضا يسعى إلى التأهل لنصف نهائي كأس الملك. الاتحاد يأتي إلى الهلال وهو متجهز بقائد الكتيبة البنز أبو إبراهيم كريم بنزيما، وأيضا النحلة كانتي والغزال ديابيه. بينما الهلال يتجهز بأودة روبن نيفيز، وأيضا ظهير البرازيلي لودي الذي استعاد مستواه في خلال آخر مباريات. يسعى جيسوس إلى الانتصار مرة أخرى في المباراة التاسعة له منذ أن أتى إلى الهلال ليكون عقدة لنادي الاتحاد. بينما يسعى لوران بلان المدرب الفرنسي قائد الكتيبة الفرنسية في 1998 إلى كسر هيمنة الهلال، ويقول الهلال قف هنا فلن تنتصر علينا مرة أخرى. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة إن شاء الله. اتركوا لنا توقعاتكم لنتيجة المباراة في أسفل الفيديو، سوف نقوم بنشر أسماء أصحاب التوقعات الصحيحة إن شاء الله. أيضا لا تنسونا من الاشتراك والمتابعة، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة ودمتم بخير.